نعمل سلطة السيزر بالدجاج. والمكونات ويانا، أنا هنا عندي خس مقطعته على هذا الشكل، لازم يكون ناشف من الماي زين. وعندي هنا توست أنا مقطعته ومحمصته بالفرن. عندي هنا عصير الليمون، عندي هنا جبن البارميزان، وعندي هنا دجاج أنا سالقته ومشوحته على هذا الشكل. عندي ملعقتين من اللبن، وعندي ملعقة واحدة من المايونيز كبيرة، وعندي تقريبا ملعقة واحدة كبيرة من الجبن الكريمي. هحتاج زيت الزيتون وملح وفلفل اسود. راح ابدي اياكم طريقة اول شي انا راح اخلي اللبن والجبن والمايونيز اخبطهم سوية، وهسه راح اضيف عليهم عصير الليمون، راح اضيف زيت الزيتون والملح والفلفل الاسود. وبهيجي صار عندي الصوص جاهز. انا هسه عندي الخس، راح اخلي عليه التوست محمص، واخلي عليه الدجاج، وراح اخلي عليهم الصوص واقلبهم، وهسه ادير عليهم جبن البارميزان. وبهيجي صار عندنا السلط جاهز، وعلى هذا الشكل تتقدم. وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، والف عافية.